سلام على أروع متتبعي الأعزاز والغاليين، كنتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير. طلباتكم أوامر على الراس والعين. كنخدم في اللايف وكاع البنات كيجربوا معايا الوصفات وكلهم كيشكروا الوصفات، فطلب أروع متتبعين أنني نحط لهم الوصفة في قناتي في اليوتيوب، مع العلم أنني حاطاها. ما فهمتش علاش خاصنا دائما نحطو، كتبغيو الجديد ماشي مشكل. طلباتكم أوامر. ابتداء من هذا الفيديو غيولي عندك الفقاس بحال اللي راكي بغيتي تعمري غير واحد الكويز ديال اتاي وتشربيه. يلا تبعي معايا على بركة الله. أول حاجة واحد المعلقة كبيرة ديال التحميرة. أنا هنا راه مضوبلة المقادير البنات، راني دايرة 8 ديال البيضات، فانتوما اللي بغيتو تقسموا فغتحيدوا 8 وغديروا 4. وبالنسبه للزلافه ديال الزيت، زلافه ديال السنيده راه كتهز 2 كيسان عنبه، ممكن انكم تقسموا ديروا نص زلافه اولا ديروا كاس ديال العنبه الا درتو مثلا 4 ديال البيضات. صافي هنا البنات غندير 8 ديال البيضات كاملين، ما غنخلي لا صفر لا والو، حيت انا عندي باش كندهن الفقاس ديالي، يعني كاع الناس عارفيني كندهن الفقاس ديالي بالشوكولات الكاكاو المر. المهم هنا كيف ما قلنا درت معلقه ديال التحميره ودرت 8 ديال البيضات، قبيصه ديال الملحه بطبيعه الحال هذيك راها كاينه في جميع الحلويات. اللي مهم في هاد المرحله هذه ديال الفقاس ان ديك السنيده مع البيض مع قبيصه ديال الملحه مع معلقه ديال التحميره، 2 ساشيات ديال النكهه ديال الزهر و2 فانيات، هادو خاصهم يتخدموا حتى السنيده ما تبقاش لينا حبيبات، ما يبقاش الاثار ديال السنيده بصفه نهائيه. هاد المرحله راها مهمه ياك، ولكن فاش غيكون السر اللي خاصك تحافظي عليه ما تزاقليش عليه، غنقول لك ما تحافظيش ليا على هاد السر. نكملوا المقادير ونكملوا الطريقه ديال الاستخدام، راه كلشي قدام عينيكم. غير سمحوا لي جات الهاشوار بعيده واحد شويه، ممكن ديروا الهاشوار ممكن ديروا المونينيكس على فكره، جات بعيده واحد شويه. مره اخرى غنحتاج انني نقربها لكم هنا باش يبان لكم. انا دابا يلا كنشد العبارات، المهم حيت راه ولدي هو اللي كان كيصور ليا، فقلت لي واش داكشي باين، قال لي ماما باين وانتم كتعرفوا الوليدات. هنا من بعد ما خدمت السنيده مع البيض كيف ما قلنا، التحميره الفاني النسمه ديال الزهر الملحه، هنا زدت زلافه ديال الزيت. غنزيد ديك الزلافه ديال الزيت وغنعاود عاوتاني نخدم وشوفوا ليا اللوين ديال الفقاص. المهم راه كلشي باين قدام عينيكم. هنا بالنسبه للوز، انا البنات الطريقه ديالي ديال الاستخدام ما كنرطبوش قبل، حيت انا عتا كيجوني لي كوموند، يعني لي كوموند كيجوني على غفله. هنا كنشد اللوز ديالي كندير عليه الماء غليان وكنحطو حدايا في الجنب. شوفوا الخليط ما شاء الله، انا راه هزيت باش نوريكم ولكن راه كان ما باينش ليكم. المهم شوفوا راه يعني ديك المعلقه كتبان لك فيها الخليط، يعني منسجم مع بعضياته، ما كاينش هكا حبيبات ديال السنيده ياك، باش المهم راه كلشي راه واضح قدام عينيكم. هنا درت الخليط ديالي داكشي اللي طحنت كامل، شوفوا ضربوا لي على اللوين ما شاء الله راه شاكر راسو. هنا درت واحد الزلافه ديال المزهر، ممكن ديروها وممكن ما ديروهاش، المهم ماشي ضروريه البنات هذيك الزلافه ديال المزهر، ماشي هي اللي كتخلي الفقاس ينجح اولا ما ينجحش. هنا درت واحد نص زلافه مخلطه ما بين الجنجلان والنافع وحبه حلاوه، ممكن انك ديري زلافه كامله وممكن انك ديري غير النص ديالها. يعني دائما كنقولها بالنسبه للمكسرات بحال اللوز الجنجلان داكشي كيبقى على حساب الرغبه وعلى حساب الذوق. بالنسبه لهكاد المرحله ديال الدقيق، هذه هي المرحله اللي مهمه، فالله يرحم لك الوالدين ركزي معايا مزيان، الله يسهل عليك ويعطيك ما كتمناي باش الفقاس ينجح معك. هاد المرحله اللي كندخل فيها انا الدقيق، ما خصكيش تدخلي كميه كثيره ديال الدقيق. راه شوفي فاش كتدخلي كميه كثيره ديال الدقيق راه ما غتعطيكش كميه كثيره ديال الفقاس، راه العكس. مني ما تدخليش كميه كثيره ديال الدقيق، العكس عاده ما غتعطيك فقاس، يعني حبات كتار ولكن الوزن هذاك الوزن راه بوحدو. بالنسبه للخمارات، بالنسبه لهاد الكميه كتقدر ديري فيها 4 ديال الخمارات. انا عندي الكوزينه سخونه، ديجا خدامه لي كوموند، الفران شاعل البوطه شاعله كلشي شاعل، درت هنا غير 3 ديال الخمارات. كيف ما قلت العجينه ديالك اللي مهم انها تبقى تلصق،
قد ما بقى الفقاص كيتلصق قد ما غيعطيك نتيجة زوينة. شوفي الخليط ديالي كيفاش باقي هكا كيتلصق ولاصق ليا في صباعي وما غاداش نزيد دقيق، لا انا غنجمع غير العجينة ديالي وغادا نحبس. باش نشكل لي بوداه كيف ما قلنا العجينة راه كتلصق، غنحاول ننظف اليدين ديالي، حيد منهم ديك العجينة، حيت قد ما كانوا اليدين ديالك باقيين عامرين كتبقى العجينة كتلصق. كتنظفي اليدين ديالك بطبيعة الحال وكندهن سطح العمل بشويه ديال الزيت، وكنجي كنقطع لي بوداه كيمشيو على حساب مثلا البيضات. انا دايره 8 ديال البيضات غيمشيو 8 ديال لي بوداه، وكل واحد على حساب الحجم ديال البيض اللي داير هو. واش داير 4 البيضات غديري 4 ديال لي بوداه، داير 6 البيضات غديري 6 ديال لي بوداه، دايره 2 ديال البيضات غديري 2 ديال لي بوداه. من الاحسن ديري الله يرحم لكم الوالدين لما ديروا 4 ديال البيضات، راه هاد الفقاص غتحماقي عليه نتيا وعائلتك. هنا شنو اللي قلنا السر الاول حافظي ليا عليه، انا قلنا هو ما تدخليش كميه كثيره ديال الدقيق، الفقاس يبقى يتلصق. السر الثاني هو هاد اللوز هذا فاش كنديرو في الخليط دائما، وانتم جاوبوني في التعاليق واش ملي كديري اللوز وسط من الخليط كتجيك هكا شي لوزه خارجه في الجنب هي اللي كتفرقع عليك الفقاس. واش متفقين معايا في هذه النقطه ولا ما متفقينش معايا فيها؟ فاجي اختي انا اللوز اللي داير ليا المشاكل كامله وكيجيني حتى الاخر وكيشتت ليا الفقاص، اجي نغبر الباباه الاثر وغنستفو ليك هنا الوسط وغادا نبرك عليه. وجربي هاد الطريقه وعاودي ردي عليا كيفاش جاتك. المهم نتوما راه الطريقه ديالكم راكم عارفينها، وجربوا هادي وردوا عليا. انا كنهضر معكم دابا انا كنصور في فيديو في نفس الوقت كنت كنهضر مع ولدي وكنهضر مع المتتبعين لان اللايف خدام. من بعد ما كنستف اللوز كنبرك عليه هكا، كنحاول انني نخليه يجي قابض هكا في العجينه. شوفوا هنا كنجمع جنيبات، شوفوا الطريقه راه شارحه راسها وكل شيء قدام عينيكم. هنا كنحاول نجمع وانا كنزير، انا كنجمع وانا كنزير، ودائما ما بين سطر ديال اللوز وسطر ديال اللوز يبقى واحد الفراغ. ديك التانية الاخرى اللي كتبقى حيت كتكون غليظه واحد شويه هكا كنقرصها باش كنقادها وكنشكل لي بوداه ديالي وكنحط واحد حدا واحد، يعني كنزير مزيان وكنحط على ديك التانية اللي كتكون عندي. المهم هنا غنعاود معكم اللقطه البنات. كيف ما قلنا اللوز ملي كيكون في الماء راه غير كيبقى واحد تقريبا واحد 2 ديال الدقائق وكتصفيه. صافي هنا غنشكل اللوز ديالي. هنا ممكن ديري اللوز بكميه كثيره، ممكن ديري الكركاع، ممكن ديري الاكاجو، ممكن ديري بيستاج، ممكن تزيدي حتى الجنجلان هنايا مدردر، ممكن تزيدي اللي بغيتي نتيايا. المهم انا كنعطيكم كفكره وانتوما كتزيدوا هكا كتكملوا من عندكم. انا غير كنسهل عليكم الحويجات اللي كيخليو لكم الفقاس انه يتقطع لكم بزاف ديال الحويجات. المهم كيف ما شفتوا معايا هنا كنتني دوك الجنيبات هكا. علاش كنتنيهم؟ غير باش كتجيني لي بوداه هكا مقاده ومنظمه، ما كتجينيش هكا عشوائيه بلاصه صغيره وبلاصه كبيره. كنحاول انني كنتني وانا كنزير. قلنا كتبقى لينا ديك الطلاقيه الاخرى او الجنيبات بحال هكا، كنحاول انني نقرصهم ونقادهم. ما كنشكش لي بوداه ديالي وكنديهم نيشان لاطا. علاش؟ لي بوداه باش يشدوا لينا ديك الفورمه المقاده اللي انا محتاجاها، كنشكلهم وكنحطهم حدايا في سطح العمل حتى كنكمل. مني كنكمل دائما كنرجع لهداك لي بوداه اللي صيبت في الاول هو اللي كنعاود نرجع عنده وكنعاود نحربلو واحد شويه بحال هكا، يعني كنقادو كنبقى نقاد ليه في الفورمه باش ديك الطلاقيه اللي كتكون عندي ديال الفقاس ما كتبقاش بصفه نهائيه. ودائما نحطوا لي بودا ديالنا فاش كنحطوهم يرتاحوا على ما نرجعوا ليهم كنحطوهم على ديك الطلاقيه. العجينه ملي كتكون مرخوفه فكترجع تشد الفورمه ديالها، ما كتبقاش ديك الطلاقيه بالصفه نهائيه. ياك متفقين على هذه النقطه؟ الله يرحم لكم الوالدين الا ما ركزوا ليا عليها. المهم راه حنا ذكرنا حاليا 2 ديال الاسرار وباقي لينا 2 ديال الاسرار هما اللي باقين. هنا انا عندي 8 ديال لي بوداه ما غاداش نزاحمهم في لاطه وحده. كيف ما كنعرفوا ان الفقاس كيتنفخ فانا غنديرهم في 2 ديال لاطات، كل لاطه غندير فيها 4 ديال البوداه. ومني كنجي نهز لاحظوا معايا الطريقه باش كنهز لي بوداه ديالي كنقادها، ولاحظوا معايا الطريقه باش كنهزها، يعني كنلوي عليها يدي وكنخلي لي بوداه بجوجهم يمشيو فوق من يدي لان العجينه مرخوفه وما بغيتش انا بلاصه تجيني رقيقه وبلاصه تجيني غليظه. شوفوا الطريقه باش كنهزها، المهم راه كلشي واضح قدام عينيكم.
هنا من بعد ما كنحط لي بودا ديالي في اللاطه، هنا جبت تقريبا واحد نص كاس حتى لكاس لاروب ديال الماء، وغندير تقريبا واحد 3 ديال المعالقات ديال الكاكاو المر البنات. المهم راه غيختلف الكاكاو غيختلف من نوع لآخر، كاين واحد النوع اللي هو زوين غتحتاجي ديري غير 2 ديال المعالقات، وكاين اللي غتحتاجي ديري غير وحده، وكاين اللي غتحتاجي ديري 3 باش يعطيك الجوده اللي نتي بغيتي. المهم على حساب النوع. انا هنا البنات راه كانت قاده ليا يعني داك اللي مالفه كناخذ، هنا راه خديته غير من الحانوت من حدايا. هذاك الشيء علاش شفتوني انني درت 3 ديال المعالقات. هنا غندير كيف ما خلطتهم، قلنا غير الماء والكاكاو خلطتهم بالماء، وكنبدا كندهن لي بودا ديالي هكا بالشيته حتى كندهن لي بودا ديالي كاملين، وكنجيب الفورشيط. راكم عارفين الله يرحم لك الوالي ديال الفورشيط بلا ما توركي عليه حتى تدخل لك في الفقاص وتفرقعوا لك، لا هنا غير هكا من الفوق كتبقاي كديها وكتجيبيها بحال هكا بحال اللي كتزيكزاكي بها باش كتعطي ديك التموجات اللي كيكونوا في الفقاص هكا. راه الفيديو شارح راسو راه كلشي قدام عينيك. غنجيو هنا للمرحله ديال الفران. الفقاص كيدخل الفران بارد، عافيه مهيله مهيله مقتوله بحال الشمعه. انا سمحوا لي هاد اللقطه هادي راه ما تصوراتش ليا، انا كنعتذر منكم، ولكن راه اي حاجه بغيتي تشوفيها دخلي عندي اللايف مباشره وغتلقيني كنخدم. هنا من بعد ما طاب الفقاص تقدري تخليه يبات ليله كامله. انا ما كنديرش لي زيت فاسكه البنات، لانني انا كنطيب الفقاص على عافيه اللي هي مهيله، وما كنجهدش عليه البوطه، وما كيتحركش ليا الفقاص. يعني الفقاص كيطيب كيتنفخ كيطيب طياب الكيكه. باش كنعرف الفقاص ديالي اللي طاب يعني كنشك فيه شي حاجه، هو راه كيتنفخ وكتولي تقيسيه بحال هكا بصبعك من الفوق، فما كيهبطش كيبقى هكا واقف شاد في راسو. ملي كتوكي فيه الموس مثلا كيخرج ناشف. المهم الفقاص راه بدون كسور، راه كاش كيخرج لك فيه كيخرج لك فيه الجن الاخر. انا راه حاولت ما امكن انني هذا الفيديو ما نسرعوش بصفه نهائيه. لقطات جميع اللقطات اللي صورت حطيتهم معكم، كاينين اللقطات اللي نسيتهم مع الضغط ديال الخدمه. اللقطه الوحيده اللي نسيت هو انني انا ما من بغيت ندير لي بودا ديالي في الفران ما صورتش لكم هذيك اللقطه، ولكن انا غنوريكم العافيه كيفاش خاصها تكون على الفقاص، لا بالنسبه للمرحله الاولى ولا بالنسبه للمرحله الثانيه. فالفقاص الا كنتي غتصايبيه عطيه شويه ديال الصبر وعطيه شويه ديال الخاطر باش يعطيك واحد النتيجه اللي هي الطوب. قلت لك ما غيبقاش عندك مشكل في الفقاص، غتولي هو المعتمد عندك وما غاداش تبقاي تخلي عليه ان شاء الرحمن باذن الرحمن. شوفوا ما شاء الله يعني الكميه كامله راه كنقطع فيها راه بدون كسور، والو كيخرج لك داك القنيت. انا غنوريكم بالنسبه للعافيه، انا غنوريكم شحال خاصها تكون. المهم هانتوما شوفوا انا راه كندير 2 ديال لاطات، دائما كندير اللاطه اللي كتكون باقا خضره كنديرها نيشان فوق العافيه، واللاطه اللي كتكون هكا شويه دائما كنطلعها الفوق، واللاطات الاخرين كنخليهم هنا فوق من الفران يعني باش كيكرموا ماشي ضروري. نوريكم العافيه فهاد اللقطه هذه ما بانتش، انا غنوريكم العافيه شحال غيكون مثلا العبار ديالها. الفقاص كيبقى الفوق البنات، الفقاص كيبقى الفوق والعافيه شاعله عليه من التحت والعافيه مهيله حتى كيقصاح لك الفقاص، كيقصاح وكيبدا هكا كيتحمر يتبدل اللون ديالو عاد باش كنهبطو لتحت. المهم اللاطه هانتوما راني دايرها نيشان على العافيه، من بعد ما كتبدا تبان ليا انها قصاحت واحد شويه كنطلعها الفوق وكندير وحده اخرى تحت منها. شوفوا هنا العافيه انا بغيت ندير لكم العافيه راها مهيله شمعه شمعه شمعه. المهم نقصي قد ما قديتي واخا غيعطلك واحد شويه وغتعصبي، ولكن راه غيعطيك هاد النتيجه في الاخر اللي غادا تفرحك، ويبقى عندك الفقاص حتى 6 شهور وتبقاي محافظه على القرمشه ديالو. بالنسبه للبنات اللي كيقولوا لي كيفاش نحافظوا على الحلوى، البنات راه كاينين واحد الفرشيات كيتباعوا عند الناس اللي كيبيعوا اللوازم ديال الحلويات، وبالصحه والراحه.